احتجاجات أغرقت شوارع تركيا. عنوان اختارته روسيا اليوم لمقطع فيديو قالت إنه من إحدى شوارع اسطنبول لآلاف المتظاهرين خرجوا لإسقاط رجب طيب أردوغان. الفيديو من صربيا، تحديدا في بلغراد سنة 2023، وهو ليس المقطع الوحيد الذي انتشر بكثافة على منصات التواصل منذ إعلان توقيف أكرم إمام أوغلو أبرز المعارضين للرئيس التركي. فهذا المشهد أيضا ليس من تركيا، بل هو في الهند لآلاف المسلمين الذين خرجوا قبل أشهر للتظاهر ضد الكراهية. المظاهرات في تركيا حقيقة لا يمكن إنكارها، لكنها ليست بذلك الحجم الذي تصوره حسابات محسوبة على أطراف تعادي سياسة حزب العدالة والتنمية، لدرجة أن الرئيس التركي لم يبد تجاهها أي اهتمام. بحسب خبراء، فالرئيس التركي اختار انشغال أوروبا بروسيا وانشغال فلاديمير بوتين بنظيره الأوكراني، واهتمام الصين بأمريكا ودعمها لإسرائيل في الشرق الأوسط، لينفذ واحدة من أكبر الخطوات السياسية في تركيا، وقد باتت المعارضة دون داعم يذكر، فلم يبق لها سوى اتهامه بالانقلاب على إرث أتاتورك. ثم إن قطاع غزة فضح المستور، فمن ذا الذي سيستمع لوزيرة الخارجية الألمانية حين تعرب عن خوفها على الديمقراطية في تركيا، وهي التي كانت قبل أشهر قليلة تحرض على استهداف المدنيين نساء وأطفالا في قطاع غزة؟ ومن ذا الذي سيلتفت لبيان الخارجية الأمريكية وما ورد فيه من حرص على حماية حقوق الإنسان في تركيا، بينما تستخدم الأسلحة الأمريكية في أبشع مجازر العصر الحديث؟